بعض الناس يعانون من الإلحاح البولي. هذا شيء شائع جدا في المجتمع، وتسمى هذه الحالة فرط نشاط المثانة. فرط نشاط المثانة يؤثر على حوالي 15% من عامة الناس، ويمكن أن يصيب الأطفال والبالغين الصغار وكذلك كبار السن، لكنه غالبا يكون أشد وأكثر انتشارا مع التقدم في العمر. الإلحاح ممكن يؤدي إلى كثرة التبول أو الحاجة للاستيقاظ عدة مرات في الليل للتبول، وهذا يسمى التبول الليلي أو حتى تسرب البول أو السلس البولي. عند كبار السن، الحاجة للذهاب بسرعة إلى الحمام في منتصف الليل وهم نعسانين ممكن تسبب سقوط وكسور، وأحيانا هذا الشيء ممكن يكون سبب رئيسي لنهاية حياة الشخص. بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من الإلحاح البولي بسبب فرط نشاط المثانة، تغييرات نمط الحياة مثل تقليل شرب السوائل وتخفيف شرب الشاي والقهوة والكحول وإنقاص الوزن إذا كانوا يعانون من السمنة وتجنب التدخين، كل هذا التغييرات في نمط الحياة ممكن تساعد في تخفيف أعراض فرط نشاط المثانة. تدريب المثانة وتمارين عضلات قاع الحوض ممكن تساعد أيضا في تحسين أعراض الإلحاح وكثرة التبول عند المرضى اللي عندهم فرط نشاط المثانة. بالنسبة للأشخاص اللي ما يستجيبون لهذا الإجراءات المحافظة، فيه أدوية، وتنقسم هذا الأدوية بشكل أساسي إلى مجموعتين: مضادات المسكرين ومحفزات بيتا شرطة 3، وبعض المرضى ممكن يحتاجون يجمعون بين النوعين. الغالبية العظمى منها لمرضى ممكن يتم علاجهم من خلال دمج تغييرات نمط الحياة مع العلاج الدوائي وإجراءات محفزة أخرى. وفي مجموعة صغيرة من المرضى يسمونهم مرضى فرط نشاط المثانة المقاوم للعلاج، قد يحتاجون إلى علاجات متخصصة أخرى. المرضى اللي عندهم فرط نشاط المثانة المقاوم للعلاج غالبا يعانون من رغبة شديدة جدا أو تسرب بول مرتبط بالرغبة، وهذا الشيء يضايقهم فيبحثون عن علاجات متقدمة أكثر للسيطرة على أعراضهم. هذا العلاجات ممكن تشمل حقن البوتوكس أو تحفيز العصب العجزي. بالنسبة لغالبية المرضى، فرط نشاط المثانة مو خطر على الصحة، لكنه مشكلة تؤثر على جودة الحياة. وعشم جذي، رغبة المريض في العلاج أو رغبته في تصعيد العلاج إذا كان فيه استجابة ضعيفة أو استجابة جزئية تعتبر نقطة مهمة لما نقرر نسوي. كلها لمرضى لازم يسوون تقييم أولي عشان نتأكد إن ما في حالات ثانية ممكن تكون أخطر، لكنها تعطي نفس أعراض فرط نشاط المثانة ويتم استبعادها. ومع العلاج المناسب، المفروض أغلب مرضى فرط نشاط المثانة يقدرون يسيطرون على أعراضهم ويحصلون على جودة حياة أفضل.